السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كله نايم بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد. هعمل لكم فيديو بعد نتيجة الثانوية عامة، ماشي، بعدها بشهر كمان. بصوا، انا عارفه انا بقالي مده ما بنزلش وكده، فحقيقي انا فعلا فتره توهان يعني، ماشي، وكلنا انا عارفه. مهم ان انا النهارده هاجي ادردش معاكم كده كام دقيقه، يعني نيجي نحكي مع بعض واقول لكم انا جبت كام ودخلت كليه ايه، ونتكلم بقى في موضوع الكليه والتنسيق والحاجات دي كلها. ماشي، اول حاجه انا جبت الحمد لله 75%. طبعا يعني انا بقولها بعد عياط وبعد فتره اكتئاب وحاجات كده كتير حصلت. آم، انا طبعا مش هقول اكتر من كده غير الحمد لله طبعا. وانا عارفه ان مصر كلها مظلومه اصلا. ماشي، يعني انا عملت تظلم طبعا، رحت عملت تظلم كده وللاسف ما خدتش عقد نافع. انا بس في مقالي يعني هو المفروض اخد نص درجه. بس طبعا نص درجه مش هتفرق، يعني مش هتعمل حاجه بالنسبه لمجموعي. المهم انا لما جبت طبعا المجموع ده، هو طبعا قعدت يعني طبعا قعدت فتره اكتئاب شويه، يعني هما كانوا 3 ايام، ما طولتش يعني، عشان اشوف بقى ايه باقي الكليات اللي انا، يعني عشان اشوف الكليات اللي انا هدخلها. طيب لقيت ايه بقى؟ لقيت الكليات اللي تيجي، يعني انا طبعا كان نفسي في بشري، مش بشري بالتحديد، انا كان نفسي في طب عامه. كان يعني لو ما حقيتش طب، انا من خلال، يعني انا من خلال حلي في الامتحانات حسيت ان انا ممكن ما اجيبش طب بشري. يعني انا بحل، فانت بتبقى انت حليت قبل كده طول، يعني طول السنه انت حرفيا بتحل كتير، فبتبقى انت بقى حاسس ان انت هتغلط، هتقفل مثلا كده يعني. فانا كنت دايما بخرج من الامتحان ببقى عارفه ان انا هغلط مش هقفل، بس اخطائي بتبقى محدوده، يعني مثلا 5 بالكتير، 6 مثلا في الكيمياء، يعني انا فاهم يعني، يعني فاهمين يعني، مش للدرجه دي، مش لدرجه ان انا اغلط كتير قوي كده. المهم ان قلت بلاش، مش هلحق، ممكن ما الحقش بشري، ماشي هلحق علاج طبيعي، صيدله، بالكتير قوي 92 91، يعني انا مستحيل انزل عن كده. ولو عكيت بمعنى الكلمه هبقى في الثمانينات، لقيت نفسي في السبعينات، يعني سبحان الله. طبعا انا عارفه ان المجموع ده ربنا كاتبهولي اصلا من قبل ما انا اتولد، ومن قبل ما انا اتعب اصلا في ثانويه عامه او ابذل مجهود. واكيد اي حد كده يعني، سواء اللي انتوا بتسمعوني، سواء جبتوا مجموع عالي او مجموع قليل، لازم تحمدوا ربنا، لان حقيقي مفيش حاجه تاني انت تقدر ترجع تاني للسنه. خلاص انت عملت اللي عليك، تحمد ربنا وتبقى راضي وفعلا عارف ان هي جايه من عند ربنا في حاله واحده بس، انك انت عملت اللي عليك حرفيا وما سبتش يعني ذره شك ان انا كنت المفروض اعمل حاجه زياده. لا، انت عملت اخرك، انت عملت اللي عليك ودعيت ربنا وصليت، فخلاص يعني قضي الامر، خلاص الموضوع انتهى. فانت بقى شوف اللي جاي، وحاول على قد ما تقدر تنسى اللي فات. انا حرفيا دلوقتي كلنا في فتره تعافي تقريبا. ماشي، بس يعني خير ان شاء الله، انا متفائله يعني. مجموعي او اعلى حاجه نجيبها، يعني اعلى كليه اقدر اجيبها في مجموعي زراعه، كليه زراعه. قلت زراعه، هعمل ايه بالزراعه دي؟ اروح ازرع يعني؟ طبعا انا بحثت عن الكليه وشفت بقى وايه، قعدت اعمل متابعه لكل الناس اللي بيتكلموا عن الزراعه، على اساس ان انا هدخل بقى في زراعه وابقى معاهم، يعني هبقى في نفس المجال. فعملت لهم كلهم حرفيا متابعه على الفيسبوك وعلى تيك توك، كل الناس على الانستجرام، يعني بحثت على بنات تكون في كليه زراعه كده، متابعه متابعه متابعه. خلاص انا في زراعه، خلاص وشي كده، فمع ان انا كنت يعني مجاش عجباني، بس انا خلاص مفيش قدامي حل غير كليه زراعه. انا هخلي الموبايل كده احسن عشان اعرف اتكلم يعني وابقى قريبه منكم. وطبعا انا صورت المقطع ده واتمسح، فهعيده تاني، يعني الكلام ده هعيده تاني. بص بقى، فانا كنت بقول ان طبعا لما جات لي كليه علوم اتفاجئت وكده، وحمدت طبعا ربنا وكل حاجه، وبدات بقى ان انا عايزه اقول لكم، اصلا انا كنت بقول دايما مستحيل ادخل كليه علوم دي، فتقريبا انا حققت المستحيل يعني. ماشي، او ناس كتير كده زي انا عارفه. ماشي، فمهم ان انا كنت بقول ايه، ان إيه فعلا سبحان الله السنه دي التنسيق نزل كتير قوي قوي قوي، يعني المرحله التانية والتالتة حرفيا هيلحقوا كليات كتير، فما تقلقوش بالنسبه للمرحله التالتة. لسه دلوقتي المرحله التالتة مفتحتش الوقت اللي انا بتكلم فيه يعني، فما تقلقوش خالص، والله هتلحقوا كليات كتير. يعني انا ما كنتش هلحق علوم بالنسبه لمجموعي. كليه علوم دي يا جماعه بتاخد 78 الحد الادنى، ده الحد الادنى، يعني اخر حاجه 78، وعمرها ابدا من السنين اللي فاتت خدت 75. فسبحان الله السنه دي ربنا خلاها تنزل يعني، هو لحقها. ف يعني علوم حلوان، علوم فيوم، كل دول يجيبوني برضو. جالي برضو معهد تمريض، يعني مجموعي يجيب لي، يجي يعني اقدر ادخل معهد تمريض عين شمس او القاهره. سياسه واقتصاد، اعلام، كليات كتير قوي جت، يعني كليات كتير قوي اقدر ادخلها، في حين ان انا ما كنتش لاقي غير زراعه او اداب وتربيه بقى وتجاره والحاجات دي. يعني انا واحده من الناس بعد ما لفيت على كليات كتير قوي وقعدت ادور واقول دي احسن ولا دي والحاجات دي،
شايفه ان كل الكليات حرفيا حلوه. يعني كل الكليات فعلا هي بتعتمد على الشخصيه، والله هي مش بالاسم ولا اللقب، هي بتعتمد على الشخصيه، انت هتعمل فيها ايه. ممكن تبقى كليه قد كده صغننه جدا، وانسان يكبرها ويخليها قد كده. يعني ما هو بقى هو الانسان اللي عمل كده، او الشخص نفسه باجتهاده. يعني انت ممكن تشوف كليه والله تخلي يعني شخص يقول لك انا في كليه فلانيه تحس انت تكرهها، وفي نفس الوقت شخص تاني يكون داخل نفس الكليه وما شاء الله تحس ان هو يعني حاببها ومبين الحب اللي فيها تحس ان هو يعني انت حبيت الكليه، متعرفش ازاي يعني. هو الانسان ده حبك في الكليه دي. هي بتبقى ليها علاقة بالإنسان، يعني مش شايفة إنها ليها علاقة بالمسميات أو بالاسم الكلية أو لا، أنا شايفة إن هي ليها علاقة بالإنسان أكتر. وكل الكليات حلوة، يعني كده كده أنا في الآخر مش هنلاقي شغل يعني. بس ما عدا إخواتنا اللي في تمريض واللي في بشري، هم دول اللي هيبقوا ليهم تكليف، فهم بقى إيه يظبطونا كده يعني بالنص. ماشي. بس والله يعني ده انا كنت بقوله يعني أنا في كليات كتير قوي كنت بقول مستحيل ادخلها، وكنت هموت وادخلها. فمين من ضمنهم كليه علوم دي، انا مستحيل ادخل علوم. كنت بقول دايما كده يعني مستحيل ادخل علوم، كل اي حد يشوف حد دخل علوم، لا علوم مستحيل ادخلها. يعني هو في الاخر دي اهو، وفي الاخر دلوقتي انا داخلاها اهو يعني. ماشي. بس فانا كان نفسي في حاجه يكون فيها بلطو، يعني يقولوا لي دكتوره، يعني برضو فيها لقب يعني. ماشي. بس فربنا الحمد لله يعني بيكرم. فعايزه اقول لكم والله يعني انتوا سيبوها على ربنا وارضوا. ارضى فعلا من قلبك، مش بتقول يعني ما تقولش الحمد لله وخلاص. ارضى فعلا، خليك راضي يا ابني. وانت يا بنتي برضو، يعني خليكوا راضيين. وبجد عايزه اطمنكم لو اي حد يعني داخل مرحله ثالثه وبيشوف الفيديو بتاعي قبل ما المرحله الثالثه تفتح، وانا والله العظيم بطمنكم صدقوني هتلحقوا كليات كتير قوي. هو انا مش عارفه ليه عامله يعني، انا عايزه ارفعه كده بس مش عارفه اظبطها. يعني المهم ان انا اشوف بقى موضوع اليوتيوب وكده، وابقى اشوف انا هكمل شرح ولا هظبط ايه يعني، ولا اعمل ايه. وانتوا برضو اقترحوا عليا في الكومنتات، ولو في اي سؤال عايزين تسالولي اسالولي. وعايزه اقول لكم والله العظيم معوض ربنا احسن مليون مره من اللي انت كنت بتتمناه، بالذات لو انت كنت تستحق حاجه معينه وما جاتلكش. يعني بجد فعلا تبقى مطمن. انا مطمنه ان بذلت اقصى ما عندي، فانا خلاص لو رجع بيا الزمن والله مهما اعمل يعني اخري هو اللي انا عملته. بس مهما اعمل برضو ربنا كان هيرزعني 75%، يعني ربنا كان هيديني مجموعة 75% في الاخر. فحقيقي هو مكتوبة حاجة مكتوبة من قبل ما انت تتولد، فانا مش هقدر اتكلم ولا اقدر اعترض طبعا. فالحمد لله على كل حال. وانتوا كمان المفروض تبقوا حامدين ربنا وخلاص بقى عيشوا بقى، يعني فاهمين. بلاش جو الكآبة بقى والحزن والحاجات دي يعني. كلنا في الاخر هنموت، مفيش حاجة اسمها قبر المهندس، قبر الدكتور، قبر الممرض. كلنا هنموت يعني، هي مش هنقعد يعني. والله صاحبتي قالت لي كده يعني حرفيا فعلا خلاص كلنا نبقى واحد في الاخر. مهم اعمالك. فده اللي انا بقوله يعني. فانت احمد ربنا والله كل الكليات حلوه. وانت ممكن يعني انا ممكن يعني يعجبني تمريض، ممكن واحده تحببني في تمريض، واحده تحببني في كليه علوم، واحده تحببني في كليه زراعه تبقى معيده فيها ودكتوره، دي حاجه تحفه. فعايزه اقول لكم والله كل الكليات تحفه، كل الكليات جميله. المهم انت تسعى وتعمل اللي عليك وما تكنسلش، يعني ما تقولش ما انا تعبت وذاكرت في ثانويه عامه وفي الاخر ما خدتش حقي او ربنا ما كرمنيش فمش هتعب ولا اذاكر في الكليه. لا، مش كده. ما انت هتاخد على دماغك في الكليه يعني طبيعي. هو ربنا بيكتب لكل واحد المكان اللي هو هينجح فيه، اللي هو ربنا شايفه بعينه في المستقبل هو هينجح فيه. لكن انت من وجهة نظرك البسيطة دي، يعني انا وجهة نظري بسيطة، انت وجهة نظرك بسيطة، كلنا بنبص في حاجات بسيطة جدا بالنسبة لربنا اللي شايفه في المستقبل. فلازم تبقى مطمن وفاهم ده. انت فاهم يعني ربنا بيحبك اكتر من مامتك، فطبيعي مش هيكتب لك حاجه شر. انت ممكن تكون شايفها شر، ممكن تكون شايفها مش حلوه، ممكن تكون شايفها لا انت ظلمتني انت كذا، طبعا استغفر الله. بس يعني هو اكيد شايفها على خير ليك اكيد، ما الا ما كانش كدها لك. وربنا عمره ربنا ابدا ما يكتب حاجه للانسان شر او وحشه، مستحيل. فلازم تبقى انت مطمن اي حاجه وحشه حصلت اكيد ده خير ليا. ممكن ان انت بقى تعرف بعدين هو خير ليك ولا لا، وممكن ما تعرفش اصلا زي ما حاجات كتير بتحصل. مش عارف سببها عادي، مش لازم تعرف وما تحاولش تدور. ما هو ربنا عايز كده، انت هتدور تاني ليه يعني؟ فهمني. انا مثلا ربنا ما كتبليش مجموع معين واداني مجموع معين، فانا متضايقه فافضل اقول له لا ليه، طب هقعد احاول بقى ادور على الاسباب. ما هو عشان ربنا عايز كده، فاهم؟ هو ربنا عايز كده. طالما انت عملت اللي عليك فهو خلاص ربنا عايز كده. والا لو انت ما عملتش اللي عليك فعشان انت ما عملتش اللي عليك، موضوع بسيط يعني. فاهمين؟ فالفكره واضحه يعني.
ان هو ربنا عايز كده فهو عمل كده، بس هو بقى بيعمل اللي هو عايزه مش بيعمل اللي انت عايزه. عشان كده مش كل حاجه انت عايزها لازم تتحقق، بس كده يعني. حاسه ان كلامي منطقي. المهم ان انا كنت بقول ايه بقى، عايزه اقول ايه حاجه في الاخر. تيقن ان عوض ربنا هيبقى احسن مليون مره من اللي انت كنت عايزه. انا كاني مثلا هديكم مثال، خلاص انا قربت اخلص يعني عشان ايه ما اطولش عليكم. هديكم مثال، انا مثلا كاني واحده عندي مطعم ماشي، المطعم بتاعي يعني وكده وفاتحاه، وببيع اكل بقى او بعمل اكل يعني. واحده جات لي وكانت معاها فلوس فقالت لي اتفضلي يا منى الفلوس واعملي لي طبق مثلا ايه كشري مثلا يعني. ماشي، بس فانا عملت لها طبق الكشري اللي هي عايزاه وخدت منها فلوس وخلاص، هي فرحت يعني ومشيت. واحد تاني جه قال لي يا منى خدي فلوس، انا معايا فلوس وعملت اللي عليا وطلعتهم من جيبي هو معايا، واديني يلا طبق كشري، اديني الطبق بتاعي، اديني النتيجه بتاعتي. فانا قلت له لا معلش خليها يومين ثلاثه كده ابقى اديك نتيجه، يعني هاخرها عليك يعني مش هديلك دلوقتي. بس فهو طبعا خلاص قال يعني هو في موقفه ده حمد ربنا وقال خلاص ماشي انا هصبر وهستنى، واكيد اللي انت هتديهولي هيبقى احسن من اللي انا كنت عايزه دلوقتي. وبالفعل انا اكيد لما هيجي بعديه، يعني لما هيجي يعدي عليا 3 ايام او يومين عشان اعمل له الطبق بتاعه، يعني لما هيعدي عليا وقت واديله بقى عوضه الحقيقي، اكيد هديله طبق احسن من اللي انا كنت هديهوله. اكيد هديله طبق هتوصى بيه اكتر، يعني اكيد هديله طبق اكتر، مش اكتر في الكميه، احسن من اللي انا كنت هديهوله في الاول. ليه؟ لان هو استنى وقتها وحمد ربنا وشكر، رغم ان هو كان معاه فلوس، رغم ان هو كان عمل اللي عليه وكان معاه فلوس وما كانش مقصر يعني عمل اللي عليه. بس انا قلت له لا معلش يعني استنى، ومش خير ليك الطبق اللي انا هعمله لك ده، انت تستاهل حاجه احسن. فعشان كده انا هاجلها شويه. فهمت الفكره؟ فدايما تبقى فاهم ان عوض ربنا احسن مليون مره من اللي انت كنت عايزه. فلما انت تبقى يعني لما انت تبقى انت عامل اللي عليك وربنا ما ادالكش حقك في وجهة نظرك يعني دلوقتي، تبقى فرحان اكتر. ليه؟ لانك انت لسه هتستنى العوض بتاعه اللي هو هيبقى احسن من اللي انت كنت عايزه. فهمت قصدي؟ اتمنى يعني وجهة نظري تكون وضحت لكم. واخر حاجه عايزه اقولها، ما تبصش لرزق حد، ما تبصش لكليه حد، ما تبصش لحد دخل ايه وده حد دخل ايه وده بقى ايه وده عمل ايه. ما تبصش لرزق حد، خليك في نفسك، خليك في طريقك. كل واحد ليه قصه معينه، كل واحد ليه رزقه، ممكن تلاقي رزقه في حته معينه انت رزقك في حته تانية. تمام؟ فما تركزش في حد وخليك مع نفسك، ودايما احمد ربنا وارضى. الرضا سر السعاده عامة بجد والله. ربنا هيكرمك من حتة تانية، ممكن يكرمك في الجواز، ممكن يكرمك في السفر، ممكن يكرمك في رزق، ممكن يكرمك في فلوس، ممكن يكرمك في ولاد، عيال يعني يبقوا يحبوك يعني وكده. ايا كان رزق كتير، فمش في الكلية بس يعني. عارفة انا طولت عليكم، فربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم ويكرمنا كلنا يا رب ويسعدنا. واستنونا بقى في فيديوهات كتير جايه ان شاء الله هعملها لكم. فانا هقفل كده الفيديو وخلاص، باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.